السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله غنخدموا مع بعضياتنا جوج ديال الإطارات اللي كيجيو روعة. يمكن لكم هذا الإطار هذا الأول اللي كنخدم معكم تخدموه على طول ديال الجلابة وحتى في الكميمات، وكيطلع في النهار ودغيا دغيا، وتخدموه حتى باللوينات. يعني مثلا هذوك القيدات اللي غادي نخدم معكم في الوسط ديال الإطار يمكن لكم ديروهم باللوينات، فكيجي روعة وبحال خادمين شي موديل اللي كيوت. بصراحة عجبني بزاف، وهذه الفكره هذه طاحت لي في بالي، فقلت انني نقولها لكم وطبقوها وقولوا لي كيف جاتكم. المهم حبيباتي كنبدا كندير الاطار ديالي، من بعد كنبدا كندير هاد المعينات هادو بشكل اللي متوازي يكونوا قد بعضياتهم. كنبقى غادا بهاد الطريقه هذه حتى الاخير. هاد القلم اللي كندير به انا قلم حراري، ما ديروش ستيلو العادي لانه ما غاديش يبغي يحيد لكم من الثوب مثلا الا كانت جلابه. الا ما كانش عندكم القلم الحراري ديروا البابي كالك ورشموا على الورق، ومن بعد رشموا على البياسه ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني منين خديته من موقع علي اكسبريس، وراه كاين حتى عند اصحاب اللوازم ديال الخياطه، غير سولوا عليه وغادي تلقاوه. ولكن سيروا عند هذوك الناس اللي كيكونوا معمرين الحوانت يعني مزيان، عندهم جميع الانواع ديال اللوازم الخياطه، هذوك غتلقاوه عنده. صافي دابا غادي نبدا ديك الخطوط اللي درنا بالقلم غادي نبقى كنتبع عليهم بالخيط ديالي. الخيط ديالي مبروم على 3 ديال الشعرات. الابره ديال الرانده هي باش كنطلقوا الخيوط ديالنا، وكنبقى غادا متبعه عليهم حتى الاخير. من بعد ان شاء الله غادي نبداو كنخدموا الوسط ديالهم بلون اخر. كيف قلت لكم هذاك اللون الاخر يمكن لكم نتوما ديروا ماشي غير لون واحد، ديروا الوان. يعني مثلا جليليبه في الاسود يمكن لكم انكم ديروا هذه الكوزه هذه بواحد بالقرونه اولا بشي لون اخر مفضل عندكم. ودوك العقيدات اللي غادي يجيونا في الوسط يمكن لكم ديروهم بالالوان، وكذلك في بلاصه هذيك العقده اللي غادي نديرو في الوسط يمكن لكم ديروا العقيق كذلك بالالوان اولا بلون واحد. نتوما كيبقى لكم الاختيار، ويمكن لكم تلقيو بها الجلابه، يعني الجلابه تسد كامله بالماكينه وديروا هاد الغرزات هادو. يعني ديروا الغرزه ديال السلسله، مثلا ديروا هاد الغرزه اللي كنخدم معكم دابا، غرزه ديال بابيو، كيبقى لكم نتوما الاختيار. فبصراحه كينفعوا بزاف هاد الاطارات. تعلموا اليوم وشاركوني التطبيقات ديالكم. واللي مازال معايا في الفيديو لدابا ديري لي لايك، والا مازال ما اشتركتيش في القناه اشتركي باش يوصلك كل جديد. وبطبيعه الحال بارطاجي الفيديو في مجموعات ديال تعليم الخياطه، تعليم الطرز، الرانده، باش بهكا تعم الفائده للجميع وقناتنا تكبر اكثر واكثر. شكرا بزاف. دابا غادي نخليك مع الفيديو، واي حاجه ما فهمتيهاش كتبيها ليا في التعاليق. بالنسبه للاطار الليمون مور هذا راه شارح راسو براسو، يعني اطار سهل ما محتاجش انني نشرح لك كيفاش كيتخدم، واضح في الفيديو كيفاش. وحتى هو يمكن لك انك تخدميه تحت من الطوق اولا تخدميه في الجوانب ديال الوردات ديال الطرز الرباطي اولا الطرز التركي. يمكن لك ديريه فوق من الخياطه ديال الماكينه، يعني في بلاصه الملاقيه ديال الرانده كيدار في عده اشياء. شكرا لحسن المتابعه، ونخليكم مع الفيديو راه مازال خدام. يعني كاين هذا الاطار وكاين اطار واحد اخر، فقط التعليق الصوتي اللي غادي يحبس. شكرا لحسن المتابعه، ونتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه حبيباتي، وكتبوا لي في التعاليق الا كنتو باغين فيديوهات بحال هذا الشكل هذا ديال المبتدئات.